السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تخيل معايا مدينة كاملة شوارعها كلها مية، مفيش عربيات ومفيش أرصفة، والمراكب بس هي وسيلة التنقل الوحيدة. مش بس كده، دي المدينة دي بقت واحدة من أغنى وأقوى مدن العالم في وقت من الأوقات. ازاي ده حصل، وازاي الناس دي قدرت تبني حضارة كاملة فوق مستنقع مليان طين ومية؟ يلا بينا نشوف الحكاية مع بعض. بس لو أول مرة تشوفنا ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. القصة بدأت زمان جدا في القرن الخامس الميلادي، لما قبائل الهمج هجموا على أوروبا، وكتير من سكان شمال إيطاليا خافوا وهربوا. بس يهربوا فين؟ ما كانش قدامهم حل غير إنهم يروحوا حتة محدش يقدر يوصلها بسهولة، جزر صغيرة وسط مستنقع كبير على ساحل البحر الأدرياتيكي. المستنقع ده كان مية وطين ومفيهوش حياة أصلا، بس مع الوقت الناس دي بدأت تبني أكواخ خشب، وبعدها بيوت، وبعدها شوارع، ومن هنا كانت بداية فينيسيا. طيب سؤال منطقي، ازاي أصلا بنوا مباني فوق مية وطين؟ الخطة كانت عبقرية بمعنى الكلمة. أول حاجة جابوا آلاف الأشجار من الغابات المجاورة، وقطعوا الشجر وحطوه في الطين بشكل طولي كأنه أوتاد. المية خلت الخشب يتحجر ويتحول لحاجة صلبة جدا مع الوقت، مش زي ما احنا متخيلين انه هيتعفن. بعد كده بنوا فوق الخشب ده أساسات حجرية، ومنها طلعت البيوت والكنائس والقلاع اللي اتشهرت بيها فينيسيا. يعني ممكن نقول ان المدينة بالكامل مبنية فوق غابة مدفونة تحت المية. طب ازاي كانوا بيعيشوا؟ مفيش مياه عذبة حواليهم، البحر حواليهم كله مالح. فعملوا حاجة عبقرية، بنوا آبار خاصة بتجمع مية المطر وتخزنها تحت الأرض، وكمان نظموا قنوات الصرف بشكل ذكي عشان المية القذرة ما ترجعش تلوث الشارع. التنقل كله كان عن طريق قارب صغير خفيف بيتحرك بين الشوارع المائية. مع الوقت فينيسيا ما بقتش مجرد مدينة صغيرة، دي بقت قوة تجارية ضخمة بتحكم البحر الأبيض المتوسط كله. السفن الفينيسية كانت بتنقل الحرير والتوابل والذهب، وكانت علاقتهم التجارية مع الشرق الأوسط وأوروبا فوق الوصف. يعني نقدر نقول إنهم بنوا إمبراطورية فوق المية. لحد النهاردة فينيسيا واقفة متحدية الزمن والعوامل الطبيعية، مدينة بتحكي قصة عبقرية عن الإنسان لما يواجه المستحيل. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد.